الأسطورة شيكابالا يعلن اعتزاله كرة القدم. الحقيقة لو عايزين نتكلم عن شيكابالا بمنتهى الحيادية والوضوح هنحتار نتكلم عن ايه ولا ايه. يعني نبدأ بهروبه من الزمالك وهو لسه مكملش 20 سنة، سابهم وهرب وراح باوك اليوناني، ولا نروح لهروبه التاني لما راح سبورتنج لشبونة كان بقى كبير وعاقل، ولا هروبه المتكرر من المعسكرات الهامة في نادي الزمالك قبل كل ماتش مهم يدور عليه ما يلاقيهوش، يلاقوه بقى في الساحل الشمالي في حفلات محمد منير، ولا تحبوا نتكلم عن تطاوله على جمهور الزمالك في أكتر من مناسبة؟ أيوة أنت سمعت صح، تطاوله على جمهور الزمالك. طبعا أشهرهم لقاء غزل المحلة في عام 2009 للي حابب يرجع ويدور. طيب، ولا تحبوا نتكلم عن تطاوله عن رمز الزمالك ورمز الاحترام ورمز التدريب المصري الكابتن حسن شحاتة في الملعب قدام الجماهير وقدام الكاميرات؟ ولا نتكلم عن اعتدائه على الجماهير الأهلوية بحجة إنهم بيشتموه؟ طب يا عم، ما كل الجماهير بتشتم لاعيبة الفرق التانية في مصر وفي العالم كله. صحيح انت أسطورة وبني آدم وبتزعل، لكن باقي اللعيبة مش بيزعلوا. وبعدين احنا هنتكلم على تطاوله على جمهور الأهلي ليه ونقف هنا؟ يعني ما ده طبيعي إذا كان بيتطاول على جمهور الزمالك ذات نفسها. يعني جماهير الزمالك اللي هي عملته ذات نفسها بيتطاول عليهم وبيتمرد وبيهرب وبيشتم. كمان ما ينفعش واحنا بنتكلم عن الأسطورة شيكابالا وبنستعرض التاريخ الحافل ما نقولش انه راح الاسماعيلي هناك وقال انه بيحلم انه يعتزل هناك ومش عايز يرجع الزمالك. طبعا كل ده موثق بالفيديوهات، طبعا ده غير توقيعه الشهير للنادي الاهلي نفسه، وطلع وعمل لقاءات في البرامج وقال بالنص كده انا موجود في الاهلي السنة الجاية. حقيقي اسطورة زملكاوية، يعني بصراحة لايق على الزمالك وعلى جماهيره. ده وش السعد يا جماعة، وش السعد اللي خلال 23 سنة من اللعب استطاع الأهلي فيها تسيد الكرة المحلية والأفريقية. حقيقي شكرا شيكابالا.